طب احنا كمان نعمل ايه؟ احنا كمان نعمل كده، احنا كمان نستخدم كل القوى الناعمه اللي في ايدينا عشان نبراند بلدنا. احنا بنعمل دلوقتي جمهوريه جديده، طب ليه ما نجيبش الابطال بتوعنا دول، ولا نجيب الممثلين والمغنيين ولا ايا كان، ونوديهم الابراج الايقونيه ونوديهم المونوريل ونعمل اكشن ونعمل فيلم. انا بقى مش هتكلم دلوقتي على انه الناس طالعه وحشه او حلوه او عصابه او بيسرقوا، هات اي حاجه واكتب اي سيناريو، بس ازرع جواه استراتيجيه واضحه للبراندنج، للحاجات الجديده اللي انت عايز تبينها، للحاجات اللي انت صنعتها او اللي انت عملتها او اللي احنا عملناها واشتغلنا فيها وعايزين نبينها للناس. ده مش عيب وده مش حاجه غلط، انا بقول لك انه في مؤسسات بترانك الدول على الاساس ده، وده بيصب على فكره بشكل ايجابي بعد كده في الاستثمارات بتاعتنا. يعني اداء المؤشر بتاع القوى الناعمه اللي انا بقوله لك ده بيصب على ان هو يوضح حاجات معينه عننا، وده بيصب في استثماراتنا ويصب في مكانه البلد بتاعتنا. فلازم كلنا نفكر بالشكل ده. اي حد بيملك حاجه من مؤثرات القوى الناعمه دي زي الرياضه، زي الموسيقى. تركي آل الشيخ نفسه لما جه اوبرا قبل كده عمل اليوم السعودي المصري، خلى الاوبرا كلها شكل سعودي. ليه؟ لانه كل ما بيتحرك حاطط في دماغه استراتيجيه معينه لتوضيح البراند بتاع السعوديه. هو ده الاوبجيكتيف بتاعه وهو ده اللي هو ماشي وراه. احنا كمان لازم نعمل كده.